غابة بيكونوا عايشين في قبيلة صغيرة، وبيروحوا علشان يصطادوا، وبيمسكوا الفريسة بتاعتهم ويقطعوها علشان ياخدوها معاهم القبيلة. وبيكون جيجور قائد مجموعة الصيد، وفجأة بيسمعوا صوت جيجور خاف اللي يحصل لهم هم كمان، وبيقولوا لجيجور الدور جاي عليكم، فمش بيهتم بالكلام. وبيرجعوا للقبيلة وهم معاهم الأكل اللي اصطادوه، وبتكون العيال فرحانين بعودتهم وهم معاهم الأكل. وبيروح جيجور لمراته علشان يطمن عليها، وبتكون مراته على وش ولادة. وبيجي الليل وهو نايم وبيحلم بالراجل اللي شافه في الغابة، وبيقول له اهرب. وبيقوم من النوم وبيحس بحركة غريبة في القبيلة، وبيشوف ناس معاهم أسلحة وبيهجموا عليهم. وبيصحي مراته وابنه بسرعة، وبياخدهم وبينزلهم في فحرة غويطة علشان يبعدهم عن الخطر. وبينزلهم بالحبل ببطء علشان ما يحصلهمش حاجة، وبيربط الحبل في الجدر بتاع الشجرة علشان يعرفوا يطلعوا بيه. وبيقول لهم انا همشي علشان انقذ باقي القبيلة. وبيقتلوا اللي يقتلوه وبياخدوا الباقي معاهم علشان يكونوا عبيد. وبيربطوهم وبيصطادوهم بالشبك. وبيضرب ميدل اي ابو جيجور وبيكون هيموته. وبيظهر جيجور وبينقذ والده في اخر لحظه. بيكون جيجور هيخلص عليه بس بيمسكوا القائد في اخر لحظه وبيربطوه. وبيحاول ميدل اي يخلص عليه بس بيمنعه القائد وبيقول له انا عايزه حي. فبيتعصب ميدل اي علشان كان عايز يخلص عليه ومش عاجبه كلام القائد. وبيبص لجيجور بصة غضب، وبيكون جيجور بيتأسف لباباه. فبيعرف ميدل اي ان هو ابوه، فبيحاول ميدل اي ينتقم من جيجور. فبيعدوا بيهم الناحية التانية، والبنت بتقول لأمها ارجعيلي. وبيكونوا خايفين على عيالهم. مرات جيجور لقت دراع ابنها مفتوح فبتقفله براس النمل. وهما ماشيين فبيكونوا على حافة الجبل، فبيتزحلق واحد منهم وبيشد الباقي معاه. وبيحاول جيجور بكل قوة علشان يطلعوا. وبيكون ميدل اي فرحان من اللي شايفه وبيضحك عليهم، وبيقول لهم انتوا اقوياء ولازم تطلعوا. وبيطلعوا بعد معاناة كبيرة، وبيشجع فيهم بتريقة. وبيفك اخر واحد منهم وبيرميه من على الجبل. فبيجي القائد وبيقول له ايه اللي خلاك تعمل كده، وده اخر انذار ليك. وبيجي الليل وبيدي الخنجر لابنه علشان يكون القائد من بعده. وبيقول لابنه روح استريح شوية علشان المشوار طويل. وبيجي تاني وفي ناس بتدهنهم على جسمهم احتفال بيهم، وبياخدوا الحريم علشان يكونوا عبيد. وبيشوف جيجور رسومات على الحيطة فبيعرف ايه اللي هيحصل لهم. وبيطلعوا لمكان عالي علشان يقابلوا زعيم القبيلة. وبيقولوا للشعب في اعتقادهم ان ذبح الأسرى هو اللي هيبعد عنهم المرض. وبيمسكوا اول واحد منهم وبيذبحوه، بيطلعوا قلبه وبيدوه للزعيم علشان ياكله، وبيحطوه له على الفحم. وبيخاف جيجور بس بياخدوا اللي جنبه. وبيكون جيجور مرعوب من اللي هو شايفه وان هو هيجي عليه الدور. وبيفكر في مراته وابنه. وبياخدوا جيجور علشان يذبحوه بس بيحصل كسوف في الشمس في آخر لحظة. في اعتقادهم كده إن ربنا رضى عليهم كده. فبيقولوا من القائد أعمل فيهم إيه، فبيقولوا له خلص عليهم. وبياخدهم القائد للمكان اللي بيتدربوا فيه علشان يخلص عليهم. وبيدي القائد لابنه السلاح علشان اللي يعدي منهم يموته. وبيقول لهم ميدل اي اللي هيعدي منكم للآخر هيكون حر. وبيفكوا أول اتنين وهم بيجروا بيضربوا عليهم بالأسلحة اللي معاهم علشان يموتوهم. وأول واحد بتنزل عليه حجارة وبتكسر دماغه وبتموته، والتاني بيحدف عليه الرمح وبيدخل في بطنه وبيخلص عليه. وبيكون ميدل اي فرحان في جيجور وبيقول له بس جوكر بيضربه في رقبته وبيموته وبيهرب. ويتفاجئ القائد بموت ابنه وبيروح يجري عليه بس بيلاقيه مدبوح. فبيتوعد لابنه قبل ما يموت ان هو هيطير راس جيجور. فبيجري القائد والمجموعة اللي معاه ورا جيجور. وبيكون القائد حزين على موت ابنه. بيكون جيجور مش قادر يجري وبينزف. وبيطلع جيجور فوق الشجرة علشان يهرب منهم. وبيكون تعبان من الجرح اللي في جسمه ومش عارف يعمل فيه ايه. وبينزل دم على ميدل اي وهو بيجري بس مش بيحس بيه. وبيسمع جيجور صوت وراه وبيتفاجئ بفهد، وبيهرب بسرعة منه والفهد بيجري وراه. وهما واقفين في واحد منهم بيشوف الدم على ظهر ميدل اي، فبيعرفوا ان هو فوق الشجر. بيرجعوا للمكان علشان يدوروا عليه. فبيسمعوا صوته بيقول لهم القائد كل واحد يروح في مكان. واحد منهم بيشوف جيجور وبيحاولوا ينقذوه بس بيكون الفهد خلص عليه. وبيضربوا الفهد وبيموتوه. وبينادي القائد للمجموعة اللي معاه وبيقول لهم لازم نوصل له في أقصى سرعة. وبتكون مرات جيجور شايفة قردين بيتخانقوا فوق الفحرة، وفجأة بيقع قرد منهم في الفحرة وبيحاول يهجم عليها القرد بس بتخلص عليه. وبيجري جيجور منهم وبيتفاجئ بسهم معدي من جنب راسه. وبيوصل لشلال وبيكون ارتفاعه عالي جدا، ومفيش حل تاني غير انه ينط فيه علشان يهرب منهم. فبيجري بس بيطلع ومش بيحصل له حاجة. وبيكون فاكر جيجور ان هو كده هرب منهم. فبيقول لهم القائد لازم كلنا ننط وراه. وبينط ميدل اي اول واحد، وبيكون فرحان ان هو لسه عايش. وتبدأ المجموعة تنزل وراه. وبيحاول جيجور يهرب منهم بس بينزل في بحرة مليانة طين. فبيطلع منها وبيفكر جيجور يعمل فيهم ايه. ويتفاجئوا بجيجور قدامهم وجسمه كله طين، وبتهجم الضبابير عليهم وبتقرص فيهم. وبيروح جيجور علشان يمسك ضفدعة كبيرة وبياخدها معاه علشان يستخدمها علشان يموت بيها واحد منهم. وبيجيب شوك كبير وبيحاول يستخدم السم اللي جوه الضفدعة، وبيغرز الشوك في مكان السم وبيستنى في كتفه. وبيفقد توازنه ومش قادر يمشي وبيقع على الأرض. وبيشوفه ميدل اي وبيجري عليه.
ويتفاجئ بميدل اي قدامه، فبيجري عليه ميدل اي وبيضربه بالسلاح اللي معاه، بس جيجور بيعدي من تحتيه ومش بيتأثر بالضربة، وبيلف جيجور من وراه وبيضربه بقوة وبيخلص عليه. وبيشوف جيجور المطر فبيخاف على مراته وابنه، والمية بتبدأ تملى الفحرة، وبتكون مراته وابنه خايفين من المية اللي بتنزل عليهم، وخلاص بتكون هتولد. وبيجري جيجور بسرعة علشان ينقذهم، وبيكون القائد بيجري وراه، وبيوصل للفحرة وبيطمن عليهم ويلاقيهم لسه عايشين، وبيسيبهم وبيجري عشان القائد ما يعرفش مكانهم. ويتفاجئ جيجور بالقائد قدامه وبيضربه بالسهم في صدره، وبيكون في فخ في الغابة لصيد الحيوانات، وهو بيجري القائد علشان يخلص عليه، فبيدوس على الفخ وبيدخل في بطنه وبيموته، وبيكون حزين ان هو معرفش يخلص عليه. بيكون خلاص مراته المية هتغرقها، وشايلة ابنها على كتفها علشان تحميه من المية. وفي الوقت ده مراته بتكون بتولد، والموضوع صعب عليها، وفعلا بتولد في قلب المية. وبيكون فاضل آخر اتنين منهم وبيجروا وراه، وبيقع جيجوار من كتر التعب، وبيكونوا هيخلصوا عليه، بس بيشوف الجيش داخل عليهم علشان يحتل الغابة، فبيسيبوا جيجوار ويروح يبص على السفن، وبيرجع علشان يطمن على مراته وبيلاقيها ولدت وشايلة عياله على كتفها، وبيطلعهم من الفحرة وبياخدهم للغابة. وهما ماشيين بيشوفوا السفن على الشط، وبيقول لمراته لازم نبعد عن هنا، وهي دي النهاية.